المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: الاحتفال في القاشبركة بتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة. نتائج جيدة لتجارب الذرة والبقوليات في مقالو. دورة تدريبية في عيلة برعد حول البطاطا الحلوة. الصين تحث كوريا أمريكا على الكف عن استعراض العضلات. زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية. والترقب وانتهاب بوينغ وإيرباص حيال صفعة طائرات في دبي. أهلا بكم مشاهدينا. احتفل إقليم القاشبركة في بلدة شنبقو بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة. وأوضحت مسؤولة الاتحاد في الإقليم السيدة يحدقة في الحفل الذي يقيم يوم 17 من نوفمبر عبر مختلف المناشط إن الإنجازات التي حققتها المرأة الإريترية بنضالاتها وتضحياتها تعتبر مفخرة للأجيال وتاريخ استثنائي، مؤكدة العمل بقوة في المرحلة الجديدة. وأشاد حاكم إقليم القاشبركة السيدة براها غارزا بدور ومساهمة المرأة في مراحل النضال والتصدي، موضحا عمل إدارة الإقليم بالتعاون مع الشركاء لمكافحة العادات الضارة التي تظهر في بعض المناطق ورفع مشاركتها في التعليم. وألقيت في المناسبة كلمات تضامنية من مديرية شنبقو وممثلي مكاتب الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني للشباب والطلبة. في غضون ذلك تحتفل جميع مديريات إقليم القاشبركة منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. قال مسؤول الزراعة في مديرية مقولو السيد فرزون قبرولد أن تجارب زراعة الذرة والبقوليات والمحاصيل الزيتية حققت نتائج مرضية، وأشار إلى إجراء التجارب على 4 أنواع من الذرة و3 أنواع من الدهن والحمص والصوف. وذكر بأن الهدف من هذه التجارب هو رفع الإنتاج الزراعي، وتم تعريف 820 مزارعا بأهمية وكيفية تنمية البذور المحسنة والتدريب التطبيقي ل80 مزارعا. وأظهرت التجارب إنتاج 2.5 كنتالين من الحمص من ربع هكتار و3 كنتالات ونصف من الصوف من نفس المساحة. ودعا مسؤول تنمية النباتات السيد سالي حقوس المزارعين للدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه واستخدام البذور المحسنة. تلقى أكثر من 100 مزارع من مديرية عيلة برعد دورة تدريبية ل3 أيام في تنمية البطاطا الحلوة. أوضحت مسؤولة قسم الزراعة والأراضي بالإنابة في إقليم عنسبة السيدة كبرى قبر مسقل أن الدورة تهدف لتمكين المزارعين من الإنتاج للاكتفاء المنزلي والتأثير على محيطهم وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى وجود برنامج لتنظيم دورات تدريبية مماثلة في جميع المديريات. وذكر خبير تنمية الخضار والفاكهة سيد كستي قيتوم الفوائد الغذائية للبطاطا الحلوة. وأوضح المزارعون أن استخدامهم من قبل لبذور الدهن والذرة المحسنة رفع من إنتاجهم، وسيعملون لتنمية البطاطا الحلوة. وأشاد مدير مديرية عيلة برعد السيد محمد حامد عشكراي باهتمام المزارعين بالدورة التدريبية. أعلن أعضاء مكتب وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر خلال مناسبة تعهدهم بكفالة 5 أسر شهداء لمدة عامين في قرى عكيلو وعسعيلة وقلعلو بمديرية قلعلو في 16 من نوفمبر. أعلنوا مواصلة دعمهم لأسر الشهداء. أوضح المواطنون بأن مساعدة أسر الشهداء جزء من تنفيذ أمانة الشهداء. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ رشيد محمد أن الدعم الذي بدأ ب5 أسر الشهداء في المناطق النائية يعتبر انطلاقة للبرنامج المقرر تنفيذه مستقبلا. من جانبه أوضح مدير مديرية قلعلو السيد محمود إبراهيم أن المبادرة النبيلة تعكس ثقافة وقيم الشعب الإريتري داعيا لمواصلة الدعم المجتمعي. تلقت 20 امرأة في مديرية
أفعبت دورة تدريبية نظرية وتطبيقية ل3 أشهر في الأشغال اليدوية لتحسين حياتهن المعيشية نظمها الاتحاد الوطني للمرأة. وذكرت مسؤولة الاتحاد في المديرية السيدة فاطمة حامد أهمية الدورة التدريبية، داعية المشاركات للعمل لتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاستفادة من التدريب والتأطير في جمعية. وأشارت ممثلة المشاركات في الدورة إلى بدءهن العمل وتحقيق نتائج طيبة، داعية لخلق المناخ الملائم للعمل الجماعي من خلال جمعية تعاونية. من جانبها أشارت مسؤولة الاتحاد في إقليم شمال البحر الأحمر السيدة جمعة راكي إلى أهمية تقديم الدورات التدريبية للمرأة لرفع قدراتها التعليمية والحرفية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، دعت الصين الجيش الأمريكي إلى الكف عن استعراض عضلاته في بحر الصين الجنوبي وتفادي إضافة مزيد من الغموض بشأن تايوان في تأكيد للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن وزير الدفاع وي فينغ حث نظيره الأمريكي مارك إسبر خلال محادثات دفاعية في العاصمة التايلاندية بانكوك على الكف عن استعراض العضلات في بحر الصين الجنوبي وعدم الاستفزاز وتصعيد التوترات. ولم ترد الولايات المتحدة، ولكنها اتهمت الصين بإضفاء الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي. ومرت أسطول حاملة طائرات صينية من القرب من تايوان، مما دفع الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي إلى حشد سفن وطائرات لمراقبة الوضع. وقالت وزارة الدفاع التايوانية أن الأسطول الصيني المتجه جنوبا مر عبر مضيق تايوان، ولكنه ظل على الجانب الصيني من الممر المائي الذي يفصل الجزيرة عن الصين. قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن زعيم كيم جونغ أون أشرف على تدريبات للقوات الجوية لليوم الثاني خلال 3 أيام، حتى في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تأجيل تدريباتهما المشتركة لتسهيل محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم أشرف على تدريب على الإبرار الجوي للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي. وأعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تأجيل التدريبات العسكرية التي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا الشهر في محاولة لتعزيز جهود السلام المتعثرة مع كوريا الشمالية، لكن واشنطن نفت أن تكون الخطوة بمثابة تنازل آخر لبيونغ يانغ. وكان من المقرر أن تشمل تلك التدريبات محاكاة لسيناريوهات المعارك الجوية بمشاركة عدد من الطائرات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لم يكشف النقاب عنها. تكافح إيرباص وبوينغ لإنقاذ صفقات طائرات بمليارات الدولارات، إذ أضفى الطيران الإماراتي على معرض دبي للطيران طابعا تشويقيا فيما يتعلق بالعشرات من طلبات الشراء الأولية التي يستهدف منها صقل أكبر شبكة خطوط جوية دولية في العالم. وتحاول أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم نيل الموافقة النهائية على طلبات شراء بأكثر من 30 مليار دولار من طيران الإمارات، وهي الطلبات المجمدة منذ ما يصل إلى عامين في ظل اعتراض طيران الإمارات على تأخيرات صناعية. وتشمل الصفقات المحتملة ما إجماليه 110 طائرات من طراز بوينغ و787 وإيرباص، لكن مندوبين قالوا إنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان هناك مكان لها جميعا في أسطول طيران الإمارات بعد المراجعة. وتتضمن الخطط إعادة تشكيل الأسطول للتكيف مع الطلب على رحلات إقليمية أقصر، لكن المندوبين قالوا إنه ليس بمقدورهم استبعاد تكرار ما حدث في عام 2017 عندما تقرر تأجيل صفقة طائرات أثناء معرض للطيران. شهدت مدينة البندقية الإيطالية التي تعرضت لفيضانات مدمرة الأسبوع الماضي شهدت حالة مد استثنائية أخرى، حيث ارتفع منسوب المياه إلى 150 سنتيمترا، لتشهد المدينة أسوأ أسبوع منذ بدء تسجيل حالات المد في عام 1872. وكان مركز البندقية للتنبؤ بالمد والجزر قد حذر من حالة مد يصل فيها منسوب المياه إلى 160 سنتيمترا
أعلى منسوب للمياه لا يقل كثيرا عن هذا المستوى. وقمرت المياه ساحة سان ماركو وساعد مئات المتطوعين الناس على التعامل مع الأزمة. وتعرضت مدينة البندقية التي تشتهر بقنواتها ومبانيها التاريخية لحالة مد بلغ منسوب المياه فيها 187 سنتيمترا. ومع تعرض المدينة لأربع حالات مد زاد فيها منسوب المياه عن 140 سنتيمترا، يصبح هذا هو أسوأ أسبوع يمر على البندقية منذ بدء التسجيل الرسمي لهذه البيانات في عام 1872. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.